ودلوقتي في كل بيت في حد مريض، وعشان الشافي هو الله فاحنا لازم نتصدق لدفع البلاء. وبجد لو تصدقتم بالنية دي هتشوفوا معجزة الله اللي عجز عنها الأطباء. بس المهم تكون بالنية، وما تجيش بعديها لا من ولا أذى. وداووا مرضاكم بالصدقة، ومفيش أسهل من كده. طب الصدقة فضلها إيه؟ الصدقة تطفئ غضب الله، تمحو الخطيئة وآثارها، تعتبر وقاية من النار يوم القيامة. يستظل المتصدق بها لأنه هيكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فيها دواء للأمراض البدنية ودواء للأمراض القلبية، وتطهر الإنسان وتخلصه من الفساد والحقد. المتصدق تدعو له الملائكة